متقنه ومحترفه. نعم. اذا تماس لفائده فريق شباب الريف الحسيمي، دائما نعيش على البياض، صفر لمثله. يتنفذ تماس، ما كانش خطا. اللويسي للحارس نادر المغري. المساسي كما قلت يلعبوا ب 3-5-2. 3-5-5 هي اللي احتواء وسط الملعب، وكنظن بان احتواء وسط الملعب هو فاش كيمكن تبدا كل العمليات، لان وسط الميدان هو مكان للبناء بالفعل، وكاينه واحد المجموعه ديال الفرديات فنيه ومؤهلات فنيه اللي كيمكن لها توصل للغرض ديالها وتحقق الهدف ديالها. باسكال اتجاه بركات لمن يمرر كرة عرضية اتجاه خالد السقاط. المساسي مع الأسف، وكرة في يد الحارس عبد الإله باكي. إذا اللقاء تتوقف نظرا لحالة شغب اللي ما كناش نتمناوها في الجانب اللي توجد فيه أنصار فريق الوداد البيضاوي، حيث أن جانب من الجمهور الآن تجتاز بعض الحواجز صوب المنصة الشرفية. تلاحظوا المصور القناة الأولى اللي كانت تتواجد في وضعية صعبة للغاية. هناك رشق بالحجارة من طرف من طرف بعض المحسوبين، ما نقولوش الوداد، ما نقولوش بالريف الحسيمي، بعض مثيري الشغب. واظن ان هذا هو العيب ديال الميادين اللي هي صغيره، لان الملعب ما احتواش الناس، وكنظن بان اللي كانوا متواجدين في الخارج اللي هما ندافعوا بغاو تكون لهم مكانه داخل الملعب، فجعل باش ان تكون شغب ويكون هذا رد الفعل ديال الجمهور. نعم، نتمناو الامور ترجع للطبيعه ديالتها والكل ياخذ واحد القسط من الهدوء. صحيح، لان الامن اولا قايم بالدور ديالو احسن. وحنا شفنا كيفاش كان التنظيم خارج الدخول الى الملعب، وهذا هذا كيبين على ان اخذين بعين الاعتبار وانما ذاك عاده ديال الجمهور، لان ما نساوش بان الجماهير كلها جات من اقطار اللي هي قريبه ومن المناطق اللي هي قريبه من الحسيمه، تازا، عدد ديال المناطق القريبه، مزورن وغيره من المناطق، اللي جعلت باش ان كاين تدفق جماهيري، وبالفعل غادي يوقع كما وقع. نعم، ما عندوش علاقه باللعب، ما عندوش علاقه بمساندة الفريق بقدر ما عنده علاقة بالقدرة الاستيعابية. نعم، مع أن هناك حميد قانون ديال الشغب، قانون صعب، لأن المرتكبين ديال الشغب سوف تتخذ في حقهم عقوبات صارمة جدا. إذا دائما اللقاء متوقف، لأن الجانب اللي متواجد به جمهور فريق الوداد البيضاوي يعيش بعض حالات الانفلات. هناك رشق بالحجارة. الحكم خليل الرويسي أمامكم، صحبة مندوب اللقاء وثلاثي التحكيم ينتظرون مجهودات من رجال الأمن، لأن رجال الأمن قاموا بواحد مجهود خارق للغاية، لأن الطريقة باش تدخلوا بها الجمهور طريقة احترافية، كل واحد بتذكيرة ديالو. كنلاحظوه. والشيء الجميل تلقاو الان دريس مرباح تطلب من العناصر ديال فريق الوداد تمشي لعند الجمهور ديالها وتطلب منه بعض الهدوء. هذه صوره جميله. هو اللي صعيب في قضيه ما يمكنناش نحتويو الجمهور المدى العمري ديالو 7 سنين، ما كيمكنلكش باش تاثر واحد. نعم، وهذه صوره جميله. كل لاعبين ديال فريق الوداد يتجهوا للانصار ديالهم تطلبوا منهم الهدوء. ممتاز. نعم، هذا اللي كيبين مدى انفتاح اللاعبين على الجمهور ديالهم، وكيمكن لهم بالفعل يوجهوهم ويطلبوا منهم. نعم، هناك طلحاوي، هناك
هشام لويسي، مجموعه من اللاعبين تطلبوا من الجمهور ديالهم، لكن بين هذه المجموعه ديال الانصار هناك مجموعه